والله يا عمي فيليكس، كل أهداف الدنيا جميلة طبعا، خصوصا إذا كانت بتجيب الفوز ولا بتجيب النقاط لأصحابها، لكن أحيانا بيجيك هدف هيك بتضل بتتذكره قد ما في عندك ذاكرة. هدف الوحدات اللي سجله السوري معتز الصلحاني أمس كان بطعم خاص جدا، حتى قيل حكي يعني احنا ننسى انه اللي سجله مثلا لاعب عربي، ونقول هذا اللي سجله مثلا ميسي او رونالدو مثل ما صار مع عماد خليلي. يقال انه هو اجمل هدف في العالم لعام 2014. بنتابع مع عمار علي. المغوار هجمه لمصلحه الاخضر الى الامام تلعب. جنني حبك. لا يحتاج الموضوع إلى قلم ولا تفكير للكتابة عليه، فما فعله لاعب الوحدات يتحدث عن نفسه أفضل من 1000 صحفي وصحفي. لكن سؤالا واحدا نطرحه على أنفسنا، وليس للمحترف السوري معتز الصالحاني من سجل هذا الهدف الكارتوني كما وصفه معلق اللقاء. فحواه تقول إذا كان ميسي أو كريستيانو أو ما يقل بالكثير شأنا عن اللاعبين أي بالقلم العريض أجنبيا قد سجل مثل هذا الهدف، فماذا سيكون حال الدنيا وأخبارها وهي تتناقله كما لو كان نهاية كرة القدم وليس بصمة فيها؟ والبصمة منا نهديها للوحدات وللاعبها معتز، ونقول له أمتعتنا وأمتعت غيرنا بهدف كهذا. عمار علي، صدى الملعب. إبلية التحكم، إبلية مش ضربة حظ، لأنه نحن العرب شاطرين نحط وين في دواليب نحط لها منكسر مقاديفها. مش ضربة حظ، قاصدها الولد. هابعوا أنا أقول هدف معتز الصالحاني اسمه هدف يصلح أن يكون أفضل في 2014. هدف خرافي. تتذكر احلى من هيك؟ يمكن هدف ابراموفيتش على انجلترا في المباراه الوديه ممكن تكون، ولكن هذا الكعاب وما الكعاب بتلعب، بس هذا من نص يعني مصطفى خارج منطقه الجزاء ويلعب الكره بالكعب بهذه القوه، وشايف الحارس متقدم. انا متاكد انه شايفه هدف نعم. جميل خرافي ولا يتكرر. عبد العزيز ابو كرم، يعني هذا الهدف سينمائي، لكن انا اضم صوتي لصوتك ان عربي لو كان ميسي ولا لاعب انجليزي كان يمكن يناقش في مجلس الامن مع الاسف. والله اليوم انت نووي، لازم ياخذوك على مجلس الامن كمان. ما شاء الله عليك. اليوم معي بتسمع الكلمه، مع هدى ما بتسمع الكلمه، بتضلك نعم نعم وانت بتضلك شغال بالحديث.